مشتريات شهر 12 وتجهيزات رمضان 2024. تعالى أقولك النهاردة ازاي مليت بيتي بكل حاجة رغم ارتفاع الأسعار، وكمان دبرت ووفرت لخزين رمضان 2024. هنشوف مع بعض كل حاجة بالأسعار وبالعروض، وهقولكوا طبعا جبت الحاجة دي كلها منين. بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، لو لسه جديدة في القناة شايف القناة مفيدة بالنسبة لك، ما تبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا ست الكل، انا نزلت كده جبت خزين البيت، وطبعا زي ما انتوا عارفين لازم امشي بالورقه والقلم عشان الدنيا تبقى معايا مظبوطه، وببقى عامله لنفسي ميزانيه امشي عليها. الميزانيه بتاعت الشهر ده بتاعتي كانت ب 4000 جنيه. فانا نزلت فتح الله جبت حاجات في حدود 2300 جنيه، شامله بقى خزين على منظفات على شويه حاجات، وهنمشي مع بعضنا بالترتيب. اول حاجه جبتها وهي الخزين، جبت الرز ب 28 جنيه. ده كان اقل سعر موجود في فتح الله. طبعا الرز غالي جدا، بقى الأبو ب 28 بقى ب 30 وبقى ب 30، وصل ل 34 وأسعار كده خيالية. قعدت ادور كده في كل الرفوف بتاعت فتح الله لغايه ما وصلت للاسعار دي. لما تخشي كده ماركت شبه فتح الله او اي بيت الجمله او اي حاجه من ديت، حاولي ان انت يعني تبصي يعني كويس جدا على الرفوف عشان تعرفي تجيبي الحاجه اللي انت عايزاها بالسعر اللي انت عايزاه. المكرونات كلها غليت، لقيت المكرونه دي غاليه، كانت عليها عرض ب 19 جنيه ونص. طبعا روز جاردن بقى ب 22 جنيه، لمتنا ب 22 جنيه. ايه تاني، بساطه بقت ب 22 جنيه. فغاليه حلوه ومقبوله وجربتها قبل كده، فقلت ان انا اشتري منها، واشتريت منها 4 كيلو، اللي هي الخواتم الصغيره او العقل، مش عارفه بيسموها ايه. جبت كمان مكرونه لمتنا ب 22 جنيه عشان ما لقيتش من الغاليه. تمام. دي كانت ب 22 جنيه. تمام. وجبت كمان الشعرية، ما لقيتهاش في أي أنواع هناك غير في كايرو، وفي بقى أنواع تانية بس أغلى من كده، دي كانت بتاعت 23 جنيه 75 قرش. دي كانت أسعار المكرونة هناك، الحاجات دي كلها ارتفعت. فحاولي انت تخطفي من دلوقتي وتحاولي تركني أي حاجة تفيدك في رمضان، عشان الله أعلم لغاية لما نوصل رمضان تبقى الأسعار عاملة ايه. جبت كمان هناك الدقيق ده اسمه موكا، وكنت اول مره اجيبه، لقيت كده مرسوم عليه مخبوزات، وكان سعره 18 جنيه. جبت 3 كيلو منه عشان طبعا بستخدمه في المعجنات وحاجات كده دخلت يعني لزوم المدارس. وبمناسبه المدارس والتصوير، هقول لكم في الاخر انا ليه مش بصور الايام ديت، وطبعا اعتذرت لكم كتير قوي، وبرجع اقول هنتظم ومش بنتظم، فهقول لكم السر في الاخر ان شاء الله. جبت كمان كيلو فول تدميس عشان ينفعني طبعا لزوم الفطار، وكان كيلو الفول كان عامل 40 جنيه. الحبة دول كانوا عاملين حوالي 37 جنيه. طبعا لزوم التدميس كان لازم اجيب عدس اصفر، بستخدمه في تدميس الفول، في شوربة عدس بقى، كشري بعدس اصفر، طبعا بيبقى معايا في حاجات كتيرة قوي. كيلو العدس كان عامل كام؟ كيلو العدس كان عامل 56 جنيه، والحبة دول كانوا عاملين 36 جنيه، وانا عندي فول مدشوش للتدميس. جبت كمان عدس بجبة، الكيلو ب 48 جنيه، والكيس ده كان عامل 11 جنيه. انا عندي عدس بجبة، تمام، كان عندي الشهر اللي فات وما استخدمتوش، فانا جايبه الكيس ده هشيله في حاجات رمضان. يعني اعتبرت نفسي ان أنا ما عنديش عدس واشتريته، عشان ابدا ان انا ايه اركن كده في حاجات رمضان. انا ما بستخدمش في رمضان غير مره واحده بس اللي بعمل فيها كشري. الملوخية كانت عاملة 60 جنيه، والحبة دول كانوا عاملين 7 جنيه. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت الزيت دوت، طبعا انا الزيت دوت جبته وكنت شاكة فيه، ولما نزلت التطبيق اللي هو بيبين لك المنتجات ديت منتجات مصرية او تبع المقاطعة ولا لأ، فحطيت الباركود بتاعه على البرنامج، وطلع ان هو مش تبع المقاطعة ولا حاجة. سعره كان حلو جدا، كان من 105 لتر ونص. جبت كمان الروز جاردن، وانتوا عارفين بحبه جدا، الخل بتاعها كان ازازة الخل كانت عاملة 12 جنيه ونص. جبت كمان شاي جوهرة، ما لقيتش لا العروسة ولا الوردة، ما كانش فيه غير جوهرة وشاي زمان وليبتون. فانا لقيت الجوهرة وبقالنا كتير قوي ما استخدمناهوش، فقلت نرجع نجيب الجوهرة تاني ونشوف عامل ايه. ده كان عامل 44 جنيه، ده ربع كيلو. وجبت كمان واحد تاني صغير، كان عامل 7 جنيه ونص. طبعا شركة الجوهرة شركة مصرية وموجودة من زمان قوي، في منها حاجات كتير قوي غير الشاي. جبت كمان الشمع ده عشان النور عندي بيقطع كتير،
فعشان ساعات كده بيبقى الموبايل مش مشحون عشان الكشاف، فباستخدمه. كان عامل 17 جنيه 10 شمعات. جبت كمان النشا ده الكيلو ب40 جنيه والحبة دول ب11 جنيه. أنا عندي برضو شوية نشا، فقلت هجيب النشا دوت وهبدأ برضو أركنه في حاجة رمضان. بتبدأي تخطفي كده حاجة حاجة، بتعتبري نفسك كده الحاجة عندك كأنها مش موجودة وتجيبيها من أول وجديد. كذلك الأمر جبت بصل بودرة، كان الكيلو ب90 جنيه والحبة دول عاملين 8 ونص، والتوم البودرة كان ب100 جنيه والحبة دول كانوا عاملين 9 جنيه. التوم البودرة هيتشال برضو في خزين رمضان، أما البصل البودرة في استخدام الشهر العادي. جبت كمان فلفل اسود، الكيلو كان عامل 210 والحبة دول عاملين 11 جنيه. جبت كمان ده مشروب كاكاو، تمام، الكيلو بتاعه عامل كام؟ كان عامل 160 جنيه والحبة دول عاملين 22 جنيه. تمام، ده بقى طبعا سريع التحضير كده، بديل النسكويك والاطفال بيحبوه كده جنب المذاكره، بيبقى حلو جدا. جبت البابريكا، كان الكيلو ب160 جنيه والحبه سوري ب280 جنيه والحبه دول ب6 جنيه وربع. جبت كمان الكمون، كان الكمون ب300 320 جنيه والحبه دول كانوا ب10 جنيه. ودي كانت مشتريات الخزين البيت، وكمان للعطاره، بعض حاجات منها لخزين رمضان 2024، بالاضافه لحاجات احنا اشتريناها من الشهر اللي فات واللي قبله وركنتها عندي في البيت، وهبدأ ان انا اعمل فيديو عنه منفصل واقول لكم جبت ايه بالتفصيل. نخش بقى على تاني حاجة وهو بند الفطار، وتعالوا نشوف مع بعض جبنا ايه وكل حاجة بالاسعار. في حاجات تخصني وفي حاجات تخص زوجي للشغل، هقول لكم برضو على كل حاجة باسعارها. انا حبيت ان اعرضها كلها مرة واحدة عشان لو حابة تعرفي اسعار كل حاجة بالتفصيل الممل. تعالوا بقى نشوف اول حاجة جبناها ايه، وهي لانشون الوطنية، وكنت اول مرة اجربه طبعا. ده خاص بزوجي، ده لانشون دواجن او لانشون فراخ، تمام، ب35 جنيه، سعر وزنه 250 جرام. لزوم سندوتشات وحاجات كده سريعة، برضو هجربه واقول لكم رأيي فيه المرة الجاية بإذن الله. جبنا كمان عسل نحل النحال، ده كان عامل كام؟ ده كان عامل 38 جنيه. تمام، طبعا أنا نزلت لكم قبل كده فيديو عن العسل النحل للمناعة، وكنا عاملين وصفة حلوة جدا تقدروا تشوفوها على القناة. فأنا برضو هستخدمه لأن طبعا دخلت الشتاء مبقدرش استغنى عن عسل النحل مع الليمون. جبت كمان علبة المكاريلي ديت، كانت عاملة كام؟ كانت عاملة 25 جنيه، برضو ديت تبع الشغل بتاع جوزي للفطار كده أو غدا خفيف أو سريع. تقدري برضو انت تستخدميها كده كوجبة غدا مع شوية بطاطس محمرة لو انتوا أسرة مكونة مثلا من نفرين أو 3. جبت كمان التونة ديت اسمها جولدن بيل، دي كانت عاملة كام؟ التونة كانت عاملة 28 جنيه، جبنا 2. جبت كمان مربى الإخوان، دي كانت عاملة 24 جنيه، دي مربى فراولة حيواني إخوان، بحب أجيبها هي أو رشيد الميزان أو فتراك. جبت كمان عسل اسود، تمام، عسل اسود ده كان عامل 39 جنيه، انا جربته بجد حلو جدا، تقيل قوي وطعمه كمان حلو، ويبقى لي كتير ما اكلتش عسل طعمه حلو جدا. انا طبعا كنت الاول بجيبه سايب، فبدات ان انا احس ان هو بقى خفيف وطعمه بقاش حلو، فقلت اجرب العسل ده، بصراحه حلو جدا، وناويه ان شاء الله ان اجربه يعني كتير بعد كده. جبت كمان جبنه كيري، دي عامله 46 جنيه، اغلى من الشهر اللي فات. جبت كيلو بس قلت له عبهولي على 4 تربع، طبعا كل طبق يعني في 11 في 12 ب 13 حسب طبعا الوزن، عشان يبقى معايا على حدود 4 اسابيع. جبت كمان الجبنه القديمه دي ب90 جنيه، وجبت حوالي اقل من يعني حوالي ربع كيلو ب21 جنيه، هو ربع كيلو وزياده. جبت كمان ايه تاني؟ جبنه مع بعضينا، الجبنه التركي، دي قديمة، سوري قصدي وسط، دي كانت عاملة كام؟ دي عاملة 191 جنيه، والطبق ده كان عامل 48 جنيه. طبعا هم معبينها اطباق، بتاخدي طبق اللي يناسبك والسعر اللي هو اللي انت عايزاه. جبت كمان البيفي، كان عامل 128 جنيه، ده بيفي اطياب، تمام، الطبق ده كان عامل 66 جنيه، برضو ازيد من نص كيلو. جبت كمان الجبنة القريش، كانت عاملة 74 جنيه، والطبق ده كان عامل 71 جنيه. طبعا ماشية معاكي فطار، ماشية معاكي عشاء، ماشية معاكي غدا مع شوية بطاطس محمرة، تمام، ماشية معاكي كمان في حشو المعجنات، تقدري تحوليها لجبنة كريمي بحتة زبدة ومثلا شوية زيتون، شوية طعمية بأي أطعم، شغالة معاكي في كل حاجة.
جبت كمان الحلاوة السادة كانت ب90 جنيه، والطبق ده كان عامل 19 جنيه ونص. برضو هما مع بينها أطباق، بتختاري الطبق اللي يناسبك. الحلاوة بالشوكولاتة كانت ب118 جنيه، والطبق ده كان عامل 25 جنيه وربع. قلت أشكل كده وأجيب ربعين بحيث إن إيه برضو ما يزهقوش. جبت الجبنة ديت، مع إن أنا بقى يعني بحاول إن أنا يعني أبطل الجبنة العلب، بس برضو ده لزوجي تمام، مش لأن هو بيسافر فبياخدهم معاه. جبت العبور اللاند كانت عاملة 16 جنيه، دي بطعم الفلامنك وبطعم مش عارفة طعم التاني كانت ايه، بتاعي بسالية الرومي. وجبت كمان اللي هي جبنة الباندا والمصريين، كانوا عاملين برضو عليها عرض. الباندا كانت ب15 جنيه 75 قرش، والمصريين ب12 جنيه. بس المصريين هو فتحها وقال لي ان هي اسوأ نوع جبنة هو داقه، فما انصحش بيه حد. جبت كمان الزيتون اللي هو روز جاردن ده، كان عامل ده المفروض 720 جرام، عامله 33 جنيه. وزن الصافي 400 جرام. انا المره دي جبته ليه؟ انا لقيت السايب في فتح الله الكيلو ب60 جنيه تمام، فلو هجيب نص كيلو سايب هيبقى عامل 30 جنيه. لكن دي 420 صافي، وفي قلب المحلول بتاعها، والبطرمان بتاعها مش هنعتقه، هنستخدمه في اي حاجه تمام. بعد كده ممكن اخلل فيه، ممكن اعمل فيه مربى، ممكن اعمل فيه اي حاجه، فمش هيخسر معايا. فقلت لا، ده احلى واوفر، استفدت بالبطرمان بتاعه، وكمان وزن اكتر، وكمان المحلول بتاعه هيحافظ لي على الزيتون لمده اطول. جبت كمان لبن مزارع دينا، كنت كل ما اروح هناك بيشتروا العبوات الصغيره. اقل عبوه في مزارع دينا عامله 11 جنيه او 12 جنيه. فانا قلت لا، احنا بدل ما نجيب 4 كل واحد فينا ازازه في حدود الرقم ده، جبت ازازه لتر على بعضها كانت عامله 37 جنيه. احلى حاجه فيه ان هو يعني لبن صلاحيته لمده 7 ايام، فانت بتدي حاجه لاولادك عارفه ان هي طازه، مش شبه الجهينه والحاجات التانية دي، تبقى المده صلاحيته بتاعها اطول، والفايده بتاعتها تبقى اقل. فده كان بطعم التمر، في بالشوكولاته وفي بالفراوله، في اطعم تانية كتير. كمان هناك في البيض هتلاقي بيض محطوط عليه سعر، وبيض تاني محطوط عليه سعر. هتلاقي اللي هو مثلا تبع مزارع معينة بسعر أغلى من ده، في بادئ من 146، ده جايباه ب135 جنيه. وكان الأبيض عامل 100 تقريبا 32 جنيه، بس كان خلصان، فجبت الأحمر. طبعا أنا بفضل الأبيض أكتر من الأحمر، بس لما بكون مش موجود بضطر إن أنا أشتري الأحمر، وبرضو الأسعار هناك حلوة مش وحشة. جبت كمان العجوة ديت، كانت عاملة الكيلو عامل 50 جنيه، ودي جبت فيها قطعتين، كل قطعة حوالي حاجة و20 جنيه. برضو لزوم حشو كده المعجنات، مش هتقول لأ. وطبعا البيض انا بقسم الكرتونة على مدار الشهر، وطبعا اللي متابعني عارف ان انا بقسمها ازاي وبخليها تكفي معايا الشهر كله. وهقول لكم ان شاء الله برضو واحنا بنرتب كده المشتريات بتاعتنا كل حاجة بالتفصيل. هحاول كده اعمل لكم فيديو روتين عن ترتيب المشتريات، وندردش فيه مع بعض بالتفصيل عن كل حاجه. طبعا اولادي شبتوا في المربى ديت، قلت لهم مش هيطلع، مش يعني مش تبقى حلوه نجيب بطرمان على بعضه، قالوا لا احنا عايزينها. فمهم حاولت ان انا اراضيهم، جبت الواحده عامله جنيه جنيه ونص، فجبت 3 منها اسمها ميرا، مش فاكره ميرو. اه الواحده كانت في حدود جنيه ونص. جبت التلاتة كده هعملها لهم سندوتشات ويجربوها، عجبوهم طعم المشمش، ابقى اجيب لهم بعد كده علبة على بعضها كبيرة. دي كده كانت كل مشتريات الفطار والعشاء، وكمان فطار الشغل بتاع زوجي. تعالوا بقى نشوف مع بعض المشتريات كمان بتاعة المنظفات اللي جبتها من فتح الله كانت عاملة ايه، والاسعار فيها كانت عاملة ازاي. طبعا من ساعة المقاطعة واحنا كلنا بندور على مسحوق ينظف معانا كويس، وفي نفس الوقت يكون سعره على قد الايد. وبما ان انا جربت روز جاردن وكان حلو جدا معايا في الكلور الالوان والابيض، فحبيت ان انا اجرب المسحوق بتاعه، وجبته الشهر اللي فات، كانت عبوه على بعضها كانت كيلو 800 جرام. طبعا ما لقيتهاش لان بدأ بيبقى فيه عليه اقبال كبير قوي، فلقيت العبوه الصغيره اللي هي 800 جرام، جبت منها كيسين، كان الكيس عامل 35 جنيه. عايزه اقول لكم بجد حلو جدا، وريحته كمان حلوه جدا في الغسيل، فحبيت ان انا اجربه تاني، التجربه بتاعته ما كانتش وحشه. وحلو جدا كمان مع كلور الالوان، يعني ما تحطي منه حبه مع شويه كلور الوان، بجد بيبقوا تحفه. طبعا انا اسفه لو اي في صوت في الفيديو حصل فيه اي ازعاج، لان انا بصور والشارع لسه صاحي، استغليت الفرصه ان باشمهندس ياسين نايم. جبت كمان من روز جاردن الصابون بتاع الوش دوت، كان الاربع قطع دول عاملين 31 جنيه، ودول هيخشوا معايا في خزين رمضان.
ايه ده احنا هنخزن صابون ومسحوق والكلام ده؟ انتوا طبعا عارفيني ان انا بخزن كل حاجه واي حاجه البيت عايزها، بحيث ان انا اوفر في ميزانيه رمضان. ارجعوا كده لفيديوهات التوفير بتاعتي وفيديوهات بتاعت خزين رمضان بتاعت السنين اللي فاتت، هتلاقوا ان انا بعمل نفس الحكايه دي كل سنه. جبت كمان علبه الفاتيكا دوت كريم فاتيكا، كان عامل كام؟ عامل 41 جنيه ونص، سوري 47 جنيه ونص. والكلور الالوان بتاع روز جاردن كان عامل 24 جنيه. جبت طبعا حلو جدا في البقعة وبستخدمه من قبل المقاطعة والله وعلى ضمانتي. جبت كمان المناديل، بان احنا في فترة الشتاء ما نستغناش عن المناديل، فجبت العرض دوت. عامل كام العرض ده؟ كان عامل 39 جنيه، وده نفس السعر بتاع الشهر اللي فات. 450 منديل في 3 باكيتات، كل منديل طبقتين. حلو جدا، وسعره كمان حلو جدا بالنسبة لأسعار المناديل اللي هناك عالية جدا. الشهر اللي فات جبت بيبم، كان عليه عرض. لقيت الشهر ده مولفكس تمام عليه عرض 80 قطعة، وال80 قطعة اللهم صل على يا نبي، عاملين كام؟ كانوا عاملين 299 جنيه، يعني هنقول 300 جنيه. فلقيت نفسي ان هي اوفر بكتير من بيبم. انا جايباها الشهر اللي فات ب260 تقريبا، وكانت 58 قطعة. فلقيت ان المولفكس هيوفر معايا اوفر كتير من البي بيم. انا استخدمت بي بيم، واستخدمت جود كير كحفاضات، واستخدمت اللهم صل على النبي، وهستخدم دلوقتي المولفكس، لسه ما جربتوش لغايه دلوقتي. بس انا بعمل حركه حلوه، ان انا كده كده اي نوع حفاضه بتستخدميها جديده بتعمل التهابات للبيبي. فما تستعجليش وتقولي دوت عمل التهابات. حاولي ان انت تستخدمي الكريم اللي هو الزنك اوليف على مكان الحفاضه بطبقه تكون سميكه شويه في اول نوع بتستخدميه. مثلا هستخدم مثلا مولفكس جديد، هبدا ان انا ادهن طبقه سميكه شويه من الزنك اوليف، بحيث ان هي تقللي من الالتهابات. وبعد كده اول ما جسمه ياخد عليه بتبداي ان انت تقللي كميه الكريم، تحطيها واحده واحده. دي كانت كل المشتريات اللي انا اشتريتها من فتح الله، سواء خزين او منظفات. السبب بقى اللي خلاني مش بعرف اصور معاكم بانتظام هو ان انا بصور بموبايل، والموبايل ده هو اللي بستخدمه في المذاكرة مع اولادي، وكمان بستخدمه ككشاف لما النور بيقطع، فالضغط عليه بيبقى جامد جدا طبعا، مع وجود ياسين. فده اللي بيخليني مش عارفة انتظم معاكم على القناة. فبعتذرلكم جدا جدا، وهحاول ان شاء الله اكون معاكم. بس ادعولي اني اقدر اوفق بين البيت وكمان بين القناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.